السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ معاكم آية رشاد. هنعمل النهاردة الفول المدمس بطريقة المطاعم، بطريقة سهلة وبسيطة خالص، ولا أسهل من كده. تقدري تعمليه في تجهيزات رمضان، تقدري تعمليه تفطري بيه كل يوم. جاهز معانا على طول، يا دوبك هتضيفي عليه معلقة الزيت ومعلقة الطحينة والتوابل وكده جاهز بالهنا والشفا. كمان هنشوف ازاي طلعنا من كيلو فول 4 كيلو فول مدمس بطريقة بسيطة خالص، هتوفر عليكي واقتصادية في نفس الوقت. لو أول مرة تشوفوني متنسوش لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة، ويلا نكمل الفيديو. عندنا هنا حلة فيها كيلو من الفول، أنا نقعاه لمدة 24 ساعة لحد ما الحباية تتنفخ بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده هحط عليهم بصلاية متقطعة شرايح صغيرة كده، وكمان فصين من التوم متقطعين بالسكينة كده، مش مفرومين ولا حاجة، وطماطماية متقطعة شرايح. ممكن تبشري كل الكلام ده وممكن تحطيه صحيح زي ما انا حطاه كده. كمان معانا ربع كوباية من العدس مغسولة كويس ومتصفية، وهنضيفها على الفول وهنقلب كل الكلام ده مع بعضه. مهم ان انت تختاري حباية الفول الصغيرة، ما تجيبيش الكبيرة قوي لانها بتاخد وقت كبير في السوى، بتحتاج حوالي 6 ساعات، لكن ده اخد معايا ساعتين على النار وكان مستوي على طول. هنضيف بقى مية يا دوبك تغطي، مش يا دوبك تغطي الفول بكمية كويسة يعني زي ما انتوا شايفين كده مع حضراتكم. وبعد كده هنغطي عليهم ونرفعه على النار ونسيبه لحد ما يستوي. في تركاية كده هنعملها دلوقتي، هنحطها عليه قبل ما يكمل سوا بنص ساعة. هنجيب معلقة من النشا ونحط عليهم معلقتين من صلصة الطماطم ومية وهندوبهم مع بعض. ودي الخلطة اللي بيحطوها في المطاعم علشان تدي اللون الكهرماني الحلو ده، ويبقى معاكو اللون حلو والطعم حلو. هندوبهم مع بعض وهنحطهم على الفول قبل ما ننزله على النار من على النار بنص ساعة. زي ما انتوا شايفين كده مع حضراتكم بيكون قوامها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اللي مفيش ما عندوش نشا ممكن يستخدم دقيق عادي. قوامها بيبقى تقيل كده، حرفيا بتخلي الفول تحفة تحفة تحفة. ده بقى من قلب مطعم الفول، من اكبر مطعم عندنا في كفر الشيخ. هنا الفول بتاعي اهو بعد ما عدى عليه ساعة. طبعا لو نشف منكم زي ما انتوا شايفين كده بتضيفوا عليه مية، ويا ريت المية تكون سخنة علشان يغلي معاك على طول والفول ما يجلدش منك. هنا كان الفول بتاعي قرب يستوي، فهضيف بقى عليه الخلطبيطة اللي عملناها مع بعض دي. وهنقلبها مع بعض وهنزود عليه شوية مية سخنة وهنغطي عليه ونهدي عليه النار بقى، نسيبه براحته خالص. واخد معاه ساعة الا ربع كمان بعد ما حطيت عليه الخلطة دي، وكان معايا جاهز مستوي زي الزبدة. طبعا لو نشف كل ما ينشف منك ممكن تضيفي مية عادي، مفيش اي مشكلة. آه، ضيفي مية سخنة بس علشان ما يجلدش منك ويغلي معاكي بسرعة. وبس كده هنغطي عليه ونسيبه على مهله خالص خالص خالص.
وهنا الفول بتاعي بعد ما استوى اخد معايا بالظبط ساعتين او ساعتين الا 10 دقايق كمان، وكان بالشكل التحفة اللي قدام حضراتكم ده. جميل جميل جميل، مش محتاج ان انا اوصف، مستوي وزي الزبدة وزي الفل. الطريقة الاساسية بتاع المطاعم مفيش فيها اي اختلاف، بس انا كل اللي زودت عليه البصلاية، هما مش بيزودوا عليه بصل. ممكن كمان لو حابة تضيفي على الفول ده فول مفصص او فول حراتي، ممكن تضيفي برضو مفيش مشكلة. شايفين؟ ولا احسن من كده، تحفة جدا. جاهز بقى معانا لو احنا في رمضان في السحور. على طول هتحطي عليه معلقة زيت زيتون وشوية طحينة وملح وكمون، تحفة جدا. جاهز معانا على طول، يا دوبك هتهرسي بالشوكة وتاكلي بالهنا والشفا. ما تنسوش بقى تجربوا وتقولوا لي رأيكم تحت في الكومنتات، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، واستنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة من أيوشا هوم. مع ألف سلامة.